الناخب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة التي انتقل فيها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، الحمد لله. الناس ملي يبغي الله يفضحها راه كتبان. سبحان الله العظيم، تا واحد ما كان عارف التوجه ديال هاد السيد. وكنا كنتمناو ان الحكومة الجاية يكونوا فيها اشخاص ي- الناس توسم فيهم الخير وتشوف فيهم ريحة الاسلام والسي خنوش تا. الحمد لله كنا فرحانين وما زال فرحانين الحمد لله انه بعد الله سبحانه وتعالى غيكون سبب في ازدهار على الاقل المواطن متوسط الدخل الفقير. الناس عوض ما تمحنت في هاد الاعوام الاخيره مع الحكومه الماضيه، شويه غتشوف الخير مع هاد الناس هادو. والحمد لله الخير كاين في الأمة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يجي اللي بغى يجي والدين غيبقى هو الدين الإسلامي غيبقى قد كره أي واحد أو قد بغى. الإسلام غيبقى إلى قيام الساعة. الحمد لله الناس أما كتدخل في الإسلام، الناس تحارب الإسلام والإسلام في اتساع وفي ازدهار الحمد لله. ما نتسناو من حتى شي واحد اللي يشوه صورة الإسلام أو الحمد لله كي يشوهها في راسو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون زلة لسان من هاد رئيس هاد الحزب الجبهة الديمقراطية السي مصطفى بن علي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يفيقوا بعيبه وتكون زلة لسان ويبدل هذا الكلام ويخرج بشي تصريح اللي الحمد لله يرضي به. اول حاجه يرضي به الله سبحانه وتعالى ويرضي به المغاربه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى السي خنوش لانه كان كيتصنت ليه وكان كيسمع في هذا الكلام. الا سكت على هذا الكلام راه هو راضي به. ونتمنوا ان هاد الزله هادي الحمد لله دغيا تحيد باش ما يكثرش الهضره على هذا الموضوع هذا ويجر واحد المجرى آخر. نتمنى الله سبحانه وتعالى يفيقوا بعيبهم قبل ما بنادم يغير واحد شوية الرأي فيهم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى حتى الملك محمد السادس تكون عنده واحد التدخل اللي يغير بهذه الصورة على هاد الموقف اللي دار هاد السيد. والله سبحانه وتعالى حاسب كل مسلم في هاد الدنيا.